في مشهد قمة في الاستفزاز، الكيان المحتل بيقتحم الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبيرفع العلم بتاعه هناك. وقبل الاقتحام بساعات قليلة قوات الاحتلال كانت بلغت الفلسطينيين الموجودين في شرق رفح ان هم يتجهوا ناحية المواصي دي موجودة جنوب قطاع غزة قريبة من البحر المتوسط. فاضطر حوالي 100,000 فلسطيني ان هم يتجهوا ناحية المواصي، مع العلم ان المواصي دي تعتبر مكان شبه صحراء او مكان غير مؤهل تماما ان هو يستقبل اي حد يعيش فيه. كل ده حصل بعد ما كان في شبه اتفاق على المقترح المصري اللي مصر قدمته لوقف إطلاق النار بين حماس والكيان، مع العلم إن عدد الفلسطينيين النازحين في رفح بيزيد على 1,000,000 مواطن فلسطيني بيعيشوا في مساحة 63 كيلو متر مربع بس. لكن مع تغيير حماس بعض بنود الاتفاق على المقترح المصري اللي قدمته لوقف إطلاق النار، أثناء المفاوضات ما بتتم ما بين الجانب الإسرائيلي وحماس، أثناء المفاوضات قامت حماس بضرب معبر كرم أبو سالم الواقع على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، مما تسبب في وقف المفاوضات ما بين الجانب الإسرائيلي وحماس وغلق المعبر من جانب إسرائيل. وقف إسرائيل لدخول المساعدات للفلسطينيين الموجودين في رفح، مع العلم إن حماس لما ضربت معبر كرم مسالم ضربته من خيام النازحين الموجودة في رفح، مما تسبب في إن قوات الاحتلال تقوم بالهجوم على رفح حتى قبل الفلسطينيين ما يتمكنوا من النزوح إلى المواصي اللي طلب منهم إن هم يذهبوا ليها. طب هو ليه حماس قامت بالهجوم على معبر كرم أبو سالم في خلال فترة المفاوضات؟ بعد دخول الكيان المحتل المحور فيلادلفيا واقتحامهم لرفح وقفلهم لمعبر كرم أبو سالم، كده يعتبر هم سيطروا على الشريط الحدودي اللي ما بين مصر ورفح. فهل ده يعتبر استفزاز مباشر لمصر أو رغبة ملحة في دخول مصر في الحرب دي؟ مع العلم إن مصر رفعت من الاستعداد العسكري وكثفت من تواجد قواتها في شمال سيناء بالقرب من قطاع غزة بعد بدء الكيان الصهيوني للعملية العسكرية بتاعته في رفح. مصر مستعدة وإحنا بنثق في جيشنا، بس ايه الاصرار الرهيب على دخول مصر او اقحام مصر في الحرب دي؟ ليه كل ما يكون في بارقة امل على قرب انتهاء الحرب دي حتى الفلسطينيين نفسهم فرحوا لما لقوا حماس وقفت على الهدنة وقرب التوصل لاتفاقية لوقف اطلاق النار؟ عدم انهاء الحرب دي بيصب في صالح مين؟ يا ترى العصابة الصهيونية اللي هي اداة في ايد حزب الشيطان عايزة تقوم الحرب العالمية الثالثة قريب؟ ليه احنا نديهم الفرصة لده؟ ليه حماس بتضربهم في الوقت اللي بيحصل فيه مفاوضات علشان يتخذوها ذريعة وان هم يهجروا فلسطينيين لمكان تاني؟ وليه يضربوهم من خلال خيام النازحين الموجودة في رفح؟ لما يجي الكيان المحتل هيرد على الفلسطينيين برضو في رفح. الفلسطينيين لا حول لهم ولا قوة، لا فضلوا قاعدين في رفح في الخيام بتاعتهم ولا حتى عرفوا ان هم ينزحوا ناحية المواصي لان هم اتضربوا اثناء النزوح. اللي عرفوا ينزحوا كمان راحوا المكان غير مؤهل للعيش فيه اصلا. فتفتكروا اللي بيحصل ده كله بيصب في مصلحة مين؟ ومين المستفيد الاكبر لو مصر دخلت الحرب دي؟